قايل لي 3 ده من اسماعيليه، ده من المنصوره، ده من طلخه، واحنا هنا مش عارفين نعين واحد. ان كنت النهارده انا موجوده بينكم انسوا خالص ان انا واحده مرشحه او نازله انتخابات. انا هتكلم بصراحه وهتكلم من قلبي ودوت انتوا هتلمسوه كان كلام ان كنت بني ادمه صادقه او بني ادمه كدابه. انا انسوا خالص ان انا واحده مرشحه. انا ضد حاجتين، ضد ان انا موضوع ان انا اعمل برنامج انتخابي، لان كل الناس مع احترامي ليهم مع احترامي اللي بيعملوا برامج انتخابيه ما شفناش حد من 30 سنه عمل برنامج انتخابي وتم تنفيذه. دي رقم 1. رقم 2 ما شفناش حد عمل مقر ايام الانتخابات استمر بعد ما ربنا كرمه ووفقه بالنجاح. دي حاجه. انا ما عنديش مقر انتخابي، انا ما عنديش برنامج انتخابي، انا عندي حب الناس واحترامهم ليا. ناس كتيره جدا حبوا يجاملوني ويعملوا لي مقرات في شوارع عموميه، قلت لهم انا اسفه، انا هروح للناس في الاماكن اللي انا اعرفها والاماكن اللي انا مش بعرفها. بلاقي ناس افاضل زي حضراتكم بالظبط بيوجهوا لي الدعوه، يقولوا يعني مثلا بطلع من هنا الناس كلموني عايزيني في حي الكويت امبارح، بكره قهوه كمونه في شارع صدقي، يوم الجمعه في كفر حوده. يعني حتى انا بقول في اماكن عمري ما رحتها. الحمد لله رب العالمين. انا موضوع العلاج على نفقه الدوله والخدمات العاديه دي كلنا ممكن نخلصها، كلنا يبقى لينا علاقاتنا ولينا اتصالاتنا، سواء هنخرج واحد من القسم او ننقل واحد من المدرسه، كلنا ممكن نعمل الكلام دوت. نطلع الواحد رخصه من المرور، نطلع الواحد رخصته اتسحبت، مشكله في الحي، الكلام ده كله كلنا بعلاقاتنا ممكن نخلص المواضيع دي. مش دوت الموضوع. الموضوع الثاني اللي انا بقوله لكم يا جماعه، الحمد لله كنت سبب في خلال حجم المعاينه حد 220 واحد. حاج هارون يعلم كويس جدا جدا، حاج حسين بيومي هو صحفي وراجل محترم جدا جدا. انا في 1/1/2005 معينه 26 واحد في مصنع كوكاكولا، 16 واحد استلموا مرتبهم 1000 جنيه، و5 في شرم الشيخ و5 في الغردقه. معينه في شركه ايماد، معينه في العتال، معينه في المطاحن 5 نجوم، موديه ناس في شركه تنميه مينا السخنه شركه اسمها بلاتينيوم سيرفيس. عينت 2 في من 3 يبقى صعب. بس بود انا بقول له على نفسي عني انا وديت ناس شركه النخلتين وتراس، وديت ناس شركة مصر إيران. الكلام ده كله بعلاقاتي، بالظبط حوالي 220 واحد. موضوع الشغل ده يا جماعة حتى لما كنت بعمله مش بعمله علشان موضوع الانتخابات، لاني والله ما كنتش بفكر في موضوع الانتخابات. انا بحب جدا جدا اخدم الناس، وانا بقولها من قلبي وقدامكم، يا رب اللي نازل عشان يخدم الشباب ويخدم الناس ربنا يقف معاه ويوفقه ويجيبه، ويا رب اللي نازل عشان خدمه شخصيه ليه او لمصلحه ما او للتهرب من اي حاجه معينه ربنا يسامحني في الدعاء ده، بس بقولها من قلبي لان الناس محروقه. اقل بيت فيه 3 ما بيشتغلوش، 3 مؤهلات، اقل بيت في بال4 وفي بال5 ما يجيله غير سرطان وما يوعى يعالجه، يعني كمان ما يجيلوش غير ايه، يجيله سرطان وما يوعى يعالجه، لان الشباب مطحونه، الاهالي الله يكون في عونها. ما لما اقل بيت فيه 3 شباب و4 و5، ما حاجه من الاثنين، لا هيتاجر في المخدرات، لا هيسرق، لا هيعمل حاجه غلط. فكل الكلام دوت متصب على اللي هي المشكله الاساسيه، البطاله. انا يا جماعه مش بقول ان انا نازله عشان احل مشكله البطاله، لا انا نازله بقول ان شاء الله لو ربنا كرمني وكتب لي النجاح هحد من مشكله البطاله. هحد منها ازاي؟ ده عرف ومعروف على مستوى الجمهوريه. اي شركه بتتعمل في البلد 80% من ابناء البلد دي، و20% من المهارات الخاصه ان لم توجد. يعني المهارات الخاصه لو ما اتوجدتش في المحافظه تتجاب من محافظه تانية، لكن اتوجدت فخلاص. لكن اللي بيحصل انا معاكم، وكلام مش جديد وكلام كلنا عارفينه، كل المصانع وكل الشركات مش 80 بقى من بره، ده 90% من بره السويس. واكبر دليل ان كم الشباب اللي انا بتقابل معاه موجود. اوكي انا ممكن اشغل 1 2 وانا حاليا، لكن
العدد كبير كبير بمعنى كلمه كبير. انا مع نفسي بقولها لكم، مش هينفع ان انا احل مشكله البطاله، لكن احنا نبقى سبب في ان احنا نحلها. ما ينفعش ان انا اوعد وعود مش هقدر اعملها، ما ينفعش اكذب عليكم. موضوع الميه انتم متاثرين بيه وانا متاثره بيه، لان انا منكم، يعني انا مش غريبه عنكم، يعني انا من السويس وبنت البلد، يعني مش واحده جايه من بره، مش واحده بتجيب ميه معدنيه ولا عندي فلتر في البيت. عشان ما تقولوش دي ممكن يكون عندها فلتر، اقسم بالله ما عندي فلتر، وممكن اي 2 3 دلوقتي يروحوا البيت عندي يشوفوا ان كان عندي فلتر ولا لا، لان الناس تعبانه والناس مطحونه. ايا كان انا برضو بقول يا رب يكرمنا ان احنا نحاول ان احنا نعمل حاجه للبلد ونعمل حاجه للشباب. من فتره كبيره جدا شفت يافطه عند اسم ال40 بتوجه الشكر والتقدير والاحترام للسيد النائب البدري فرغلي. قلت يمكن انا مش مركزه، نزلت من العربيه ببص لقيته فكملت لقيت يافطه كبيره قوي، فبصيت فقلت ايه ده اليافطه دي ليه؟ فعرفت ان هم موجهين له شكر علشان حلوا مشكله العمال بتوع الشحن والتفريغ، ومكتوب اسامي ناس انا اعرفهم، يبقى معنى كده الراجل ده مش بيجامل ولا بيتناقض. بعديها باسبوعين لقيت برضو يافطه شكر وتقدير للنائب البدري فرغلي من اجل ارجاع العمال بتاع شركه اودانس او بتوع ترسانه السويس البحريه. يعني هو الراجل ده بس اللي قدر يحل مشكله الناس دي، واحنا ما عندناش حد يحل مشكله للناس دي ويرجعهم شغلهم. فكانت حاجه غريبه جدا، يعني انا لفتت انتباهي يافطتين في شهرين ورا بعض. الموضوع كبير. لما يجي لجنه من مجلس الشعب تزور المحافظه ومن ضمن الزياره ليها البرنامج المستشفى الاميري، فالراجل بتاع المحله النائب بس انا ما اعرفش اسمه بيعمل كده على الملايه دابت في ايديه، ويطلع دفتر شيكاته ويتبرع ب25,000 جنيه للمستشفى الاميري. ليه يعني؟ ده السويس مش اغنى بقى محافظه على مستوى الجمهوريه، احنا اغنى 3 شارع على مستوى العالم. السويس شارع شمال غرب خليج السويس. فالله يكون في عون الاهل وانا معاكم والله العظيم. ربنا كرمني، يعني مش هقول لكم ان انا ليل نهار هبقى موجوده، انا تليفوني عمره ما اتقفل. الورق اللي هيتوزع عليكم فيه رقم. الاول بروح كده الاماكن اللي هو اقعد هنا شويه مع الحاج القط، مع هارون، مع الحاج حسين، اروح عند القاضي شويه، اروح عند عبد العال شويه، اروح عند الحاج رمضان في السادات شويه. لكن لما ابتدى بقى خلاص الموضوع يدخل في الجد قوي وخلاص ابتديت اركز واحضر في الورق، فابتديت انا بدخل المصالح الحكوميه بحكم ان حد ليه مشكله